تجربة كما أي تجربة في الحياة، تجربة السجن تجربة جديدة عمري ما عشتها قبل، لكنها تجربة قد تكشف في قضيتها قضايا أخرى ربما أخطر من القضية اللي قمنا بها. ما قمنا به هو عمل استقصائي، وهذا ما فهمته المحكمة على حسب ما فهمت. عمل استقصائي الغاية منه كانت كشف شبكة من شبكات الفساد، قد وأقول بالطبيعة قد يتورط فيها بعض الإعلاميين وبعض السياسيين السابقين. هذا هو الأهم في الموضوع، بأنه نبنيو هذه في البناية هذه نجم نقولوا الدرجة الأولى ولا لا بناء أولى في الصحافة الاستقصائية. الناس تنجم تفهم، والصحفيين بيدنا احنا نجم نفهموا، والرأي العام وحتى من الجانب التشريعي بأنه نعطيه أهمية للصحافة الاستقصائية حتى نمكنها من آليات غير تقليدية. هذه الآليات غير تقليدية منها الآليات اللي استعملناهم احنا اللي رات منهم المحكمة الجانب التحيل. نحب نأكد مرة أخرى، وهذا ما أكدناه في المحكمة اليوم وما أكدوه كل الشهود وحتى اللي شكى بنا، بأنه لا فما ابتزاز، لا فما أموال، لا فما طلب أموال، بل بالعكس كل ما قمنا به كان المحور نتاعو هو هذا العمل الاستقصائي. مع الشكر لكل من ساند، ومع الشكر أيضا لكل لم يساند. نعرف مليح بأنه قضايا مثل هذه تبقى في الغموض، خاصة أنا جيت في فترة نهاية الأسبوع ما تنجم تخرج منها، كان كل هذه التأويلات. العمل باش يتواصل، العمل في الاستقصائي باش يتواصل ولا باش يقف بعد؟ العمل سيتواصل، العمل الاستقصائي سيتواصل، لكن سيتواصل اليوم مع جانب نحاولوا الناس الكل في إطار الهياكل المنظمة للقطاع. القضاء ليس من مهامه أنه يشرع في الصحافة الاستقصائية، هناك قطاعات مهنية اللي لازمها تجتمع وتساهم في مزيد حماية الصحفيين من خلال أنه توفر لهم كل الحماية وتعطيهم كل الظروف الملائمة، وخاصة الآليات القانونية اللي تسمح لهم أنهم يعملوا بنفس هذه الأعمال اللي ما كان منها لا غاية لا تحيل لا ابتزاز لا مس من رئيس الجمهورية لا غيرها. الغاية منها هي كشف الحقيقة.